يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا تخلف المسلمون؟ سؤال يشغلني لفترة طويلة وأسمعه من خلال أسئلة الشباب باستمرار. طبعا سؤال مبرر ووجيه، لأن إذا عرفنا الأسباب حددنا التشخيص، وإذا حددنا التشخيص بدأنا بالعلاج كيف ننهض من جديد. ولأن هذا الموضوع مهم جدا ولأنه كبير جدا خصصت له حلقتين. في هذه الحلقة أتحدث عن المفاهيم الأساسية لماذا تخلف المسلمون. والمقدمة الرئيسية التي أريد أن أبدأ بها أن التخلف هذا أصاب المسلمين، لم يصب الإسلام. الإسلام محفوظ، دين الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا التخلف أصاب المسلمين، لم يصب الإسلام. وعلى فكرة هذا التخلف قد يصيب كل شيء، أصاب كل شيء، لكنه لم يصب كل البلاد. ما زالت في بعض بلادنا فيها استثناء، على الأقل فيها شيء من تقدم، وهو أصاب كل المجالات، لكن ليس في كل البلاد كل المجالات. هناك بعض الدول مثلا في التعليم متطورة جدا، في البنية التحتية متطورة جدا، في الاقتصاد متقدمة. إذن نحن نتكلم عن ظاهرة أمة وليس عن حالة بلد. ولنتذكر أيضا أن التخلف الذي نعيشه، ونحن نعيش طبعا في فترة تخلف، هذه ليست أول مرة يصيبنا التخلف. أصابنا التخلف أيام الأندلس والطوائف، أصابنا أيام الصليبيين، أصابنا بالشدة أيام سيطرة المغول. وانتبهوا أيضا إلى ظاهرة في التاريخ، أن التخلف السياسي يختلف عن التخلف الشعبي، ليس باستمرار. أحيانا نعم صحيح، لكن ليس دائما. عندما يحدث خلل سياسي يحدث خلل في الشعوب وفي الحضارة. يعني في عز الصراع الأموي العباسي وعدم الاستقرار الشديد، كان في نفس الوقت عز الحضارة الشعبية التي فيها الأئمة الأربعة والتي فيها العلماء في كل المجالات. فإذا التقدم السياسي شيء والتقدم الحضاري قد يكون شيء آخر. قد يرى البعض أن سبب تخلفنا هو في سلوكنا. طبعا يشير أساسا إلى السلوك العبادي، قلة الصلاة، قلة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أو قد يكون تخلف أخلاقي وأنواع السلوك الأخلاقي الذي فيه عدم بر الوالدين وظلم النساء وغيرها، أو قد يكون ظواهر فوضى، سلوك فوضى في المرور والنظافة وغيرها، أو نسب الطلاق المنتشرة. على فكرة كل هذه أسباب، لكنها في الحقيقة نتائج، هي أسباب لأمور أخرى، لكن هي نتائج للتخلف. التخلف يصيب كل شيء، تذكر حتى الرياضة يصيبها التخلف. وتذكروا أن هناك استثناءات. طبعا بعض الناس يرمي التخلف على أعداء الأمة، أن الأمة تخلفت بسبب الاستعمار، بسبب الأعداء. لا يستطيع الأعداء أن يجعلونا نتخلف إلا عندما نكون نحن في داخلنا متخلفين. قل هو من عند أنفسكم، فتذكروا هذا المعنى. طبعا قد يقول الناس أن التخلف سبب ضعفنا العسكري وضعفنا الاقتصادي والمالي، وأيضا هذه نتائج. وقد يقول قائل أن التخلف سبب العقيدة سليمة. نعم هناك من يحاول أن يحرفها، لكن عقيدة الأساسية للجمهور الأغلب في الأمة عقيدة سليمة. نعم هناك منحرفين. طبعا هناك محاولات تطوير، لكن هذا التطوير نجده في الأشياء،
في المباني، في المصانع، في المطارات وغيرها. هذه أشياء على فكرة قابلة للاستيراد. أجيب مجموعة من الشركات الكورية ولا اليابانية ولا غيرها يستطيعوا يعملوا لي أحسن شيء إذا في فلوس. فلا إياكم أن يخدعكم ذلك أن والله في تطور مدني إذن هي تطور حضاري. لا، المدنية شيء والحضارة شيء. وقد يقول قائل المشكلة هي الاستعمار جعلنا نتخلف لسنين طويلة، صحيح، لكنه ليس هو السبب، هو أيضا نتيجة. وعلى فكرة حتى العملاء الذين يعينوا الأعداء هم نتيجة وليسوا هم المرض. فما هو المرض وما هي الأسباب للتخلف؟ هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.